السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا ندى احمد. لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو ده. بس قبل ما نبتدي اي حاجه عاوز اقول لكم كده تصلوا على النبي وتكتروا من الاستغفار وتذكروا الله كثيرا، الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده كده هنعمل عشاء سوري يا جماعه، او غداء او جوع اخر الليل، اي حاجه او سناكس بسيطه سموها زي ما سموها. بس المهم هي فكرة خطرت في بالي وقلت ايه اصورها معاكم. إيه، بما ان احنا خلاص بقينا عيلة واحدة والمفروض بنشارك كل حاجة مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده النهاردة الاكل خفيف جدا وحاجات كلها متوفرة في كل بيت، كلنا هنقدر نعملها، وحاجات بسيطة جدا مش مكلفة، اقتصادية جدا، اي حد دلوقتي بيشوف الفيديو هيقدر يقوم ان هو يعملها. في البداية كده زي ما انتوا شايفين هنجيب فلفل رومي او فلفل الشطة اللي هو الحار، او الفلفل الاخضر اللي هو العادي زي ما انتوا شايفين كده. بس اهم حاجة ان احنا نقطعه صغير، اي حاجة حابين نحطها نخليها صغيرة عشان كمان لما وقت التقديم ما تكونش باينة، ما تكونش طعمها طاغي جدا، ما تضايقناش وكده. يعني انتوا اكيد متفاهمين الحاجة لما تكون متقطعة كبير بتكون عاملة ازاي، وكمان لما بتكون متقطعة صغير بتكون عاملة ازاي. قطعت الفلفل صغير زي ما انتوا شايفينه كده، وهنجيب معانا قطع البيف او اللانشون او اي حاجة متوفرة عندك، ولو عندك تركي برضو ممكن تحطي شريحة او شريحتين. حابة تحطي حبة جبنة موتزاريلا برضو عادي. الحاجات دي بصوا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي احنا بنقول ان هو حاجة اقتصادية، يعني مش هنحاول يكون فيها تكلفة كتير اللي بيشوف الفيديو، تكون حاجة بسيطة جدا عادية جدا اي حد يقدر يعملها. زي ما انتوا شايفين انا قطعت اللانشون لمكعبات صغيرة وكمان الفلفل لمكعبات صغيرة، وهنا كان معايا بيضتين او 3 على حسب ما انتي عاوزة تحطي، يعني دي حاجة ترجع لراحتك، تقللي تزودي الكمية. حابة تحطي سيركي زي ما انا قلتلك، حابة تزودي جبنة موتزاريلا برضو، دي كلها حاجات ترجع لراحتك. هنقلبهم كويس جدا، نحط عليهم رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وبنفضل ندمج لحد ما نحس ان الخليط بتاعنا كله بقى اندمج مع بعضه، وكله بقى يعني ايه ممتزج مع بعضه يعني. طبعا معانا الطاسة بتاعتنا بنحط فيها زيت او سمنة او زبدة اللي انت عاوزاه براحتك. طبعا انا مستنتش اللي هو يسخن قوي عشان لما احط البيض اقدر اشكله زي ما انا عاوزة، لان لو الزيت سخن قوي وانا حطيته بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي مش هلحق ان انا ايه افرده في الصينية. اكيد انتوا واخدين بالكم من حتة زي دي. فردناه كويس جدا. هنبتدي بقى ان احنا نعلي النار لحد لما يبتدي ياخد لون ذهبي كده من تحت، هنقلبه على الناحية التانية. طبعا احنا لما بنحس ان هو ابتدى كده من النواحي لونه يتغير يتحرك معانا في الصينية عادي زي ما انتوا شايفين، هو ابتدى يتغير من الجوانب، بس حسيت ان هو في الناحية التانية ايه لسه زي ما هو، فابتدى الف الصينية شوية. وهنا حطيت رشة ملح صغيرة مع رشة فلفل اسود لان حسيت ان الكمية اللي انا كنت حطاها صغيرة. وهنبتدي هنا ان احنا ايه نقلبها على الناحية التانية زي ما انتوا شفتوا كده. اتمنى منكم يا حلوين لو وصلتوا لحد هنا الدعم والتقدير للفيديو، مش طالبة منكم اكتر من كده. تعالوا نشوف بقى، خلصنا خلاص البيض بتاعنا، تعالوا نشوف هنعمل ايه. معاكي هنا جبنة ثلاجة او جبنة قريش او جبنة حادقة او جبنة قديمة، طبعا اي بيت فيه جبنة، يعني مش معقول المتوفر عندك في البيت هتحطيه في طبق كده وتقطعيه لقطع مكعبات او ايا كان براحتك، يعني حسب ما انت بتعملي في بيتك. انا بس مجرد بوصلك فكرة انه في ثانية كده، في ثواني، مش لازم بقى نقوم نطبخ نعمل عشاء، ده حاجة سهلة كده وسريعة وكمان في نفس الوقت مش مكلفة. وكمان هنجيب اللانشون اللي عندنا او البيف بتاعنا، اي حاجة متوفرة عندكم حابة تحطيها، حابة كمان تقطعي طماطم كده شرايح صغيرة او مكعبات، حاجة برضو ترجع لراحتك. ده كان الشكل النهائي. طبعا بقى بتقدمي مع عيش من اللي هو بيجي من على البطايق من الفرن ده، او عيش بلدي او كماج براحتك.
اللي انت حابة تقدميه معاه. طبعا حطيت بيبسي وجبنة كمان شيبسي. انت طبعا ممكن تقدري تحمري بطاطس او اي حاجة، مش شرط انك تجيبي شيبسي يعني. بس انا استغربت بصراحة، قلت لكم كده في ثانية، ما كنتش عاوزة اخد وقت ولا كده. وبس كده يعني، ده كان مختصر الفيديو بتاعنا. بتمنى دايما ان فيديوهاتي تعجبكم، بتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم، بتمنى ان انا يعني اكون دايما في قلبكم كده، وبحبكم جدا في الله. انتظرونا في فيديوهات جاية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.